الشناوي بيغلط غلطه ساذجه جدا في الجون الثاني بتاع بيراميدز. لعيبه بيراميدز خطفت لعيبه النادي الاهلي ان هم كانوا لسه بيحضروا ومش عارف ايه، وكان لسه في لعيبه بترجع، وهم قرروا ان هم يلعبوا الكوره بسرعه. لكن ردة فعل الشناوي اللي هو كان هيطلع على الكوره فجاه لقاها ان هي بعيده، مش هينفع ان انا اطلع عليها، فقام راجع تاني. وطبعا عبال ما رجع تاني وبص وشاف الكوره فين، كان خلاص احمد سامي ضرب الكوره بدماغه ودخلت في المرمى. لكن هل هي غلطه الشناوي بس؟ لا يا صديقي، بص على الصور وركز كويس. بص المساحه اللي فاضيه دي قد ايه، ده رقم واحد. مفيش لعيب من لعيبه النادي الاهلي موجود فيها، اللعيبه كلها باصه للعيب اللي معاه الكوره ناحيه الكورنر، ومحدش باصص على اللي جاي من ورا. فبالتالي احمد سامي، وزي ما انت هتبقى شايف كده في الصور، ابتدى ان هو يسرسب نفسه واحده ورا التانيه ورا التانيه لحد ما بقى خلاص على حدود ال6 ياردة، وبالتالي الكره راحت له ومفيش حد كان ماسكه، ومفيش حد كان واخد باله ان احمد سامي قدر ان هو يوصل للحته دي. كان سهل جدا ان هو يلعب الكره بدماغه وتخش هدف. ده كان الهدف الثاني لبيراميدز. تعال نتكلم عن الهدف الاول بتاع النادي الاهلي. عاوزك تبص كده وتركز كويس وتشوف لعيبه بيراميدز وهي غايبه تماما عن التركيز والتمركز. الكرة هنا مع حسين الشحات، وبص للحتة اللي فاضية دي قد ايه، وهتلاقي طاهر موجود الناحية التانية ومعاه باك. خلاص كده، فطاهر قرر ان هو يقرب لحسين الشحات وبيسحب معاه مين؟ الباك. حسين الشحات بيلعبها لطاهر، وهنا هتلاقي ان في 2 لعيبه كانوا رايحين على طاهر، وكمان طاهر كان جاي له الباك، يعني في 3 لعيبه رايحين على طاهر. وفجاه في لعيب من ال3 لعيبه دي اكتشف ان حسين الشحات لوحده، سبحان الله. وحسين الشحات لما شاف ان في مساحه فاضيه بعد ما طاهر سحب معاه الباك، قرر ان هو يروح في المساحه دي. وبعد كده الكره اتلعبت لخالد عبد الفتاح، خالد عبد الفتاح لعبها لحسين الشحات، حسين الشحات عملها اسيست حلوه قوي لوسام ابو علي. تعال نروح للهدف الاول بتاع بيراميدز. عاوزك تبص في الصوره دي وعاوزك تعد لعيبه الاهلي. هتلاقي ان في 5 لعيبه من الاهلي موجودين في النص بتاع بيراميدز، وفي 2 لعيبه من الاهلي باينين في الصوره، يبقى كده عددهم 7 لعيبه. وبالتالي كوره زي دي انت كده الخطوط مضروبه لوحدها. انت كل اللي انت محتاجه ان انت تلعب الثرو للمهاجم، والمهاجم يروح ويعمل اللي عليه بقى. وده بالفعل اللي حصل. الكرة بتتلعب لفيستون مايلي، يحاول محمد عبد المنعم ان هو يلحقها لكن ما يلحقهاش، فبالتالي محمد عبد المنعم بيخرج بره اللعب تماما، وبيتبقى فيستون مايلي والكرة، وقريب منه رامي ربيعة. اكيد انت عارف في سباقات السرعة رامي ربيعة مش هيقدر ان هو يتفوق فيها، فبالتالي كان سهل جدا على فيستون مايلي ان هو يروح وينفرد او شبه انفراد بمحمد الشناوي. وبصراحة تعامل محمد الشناوي مع الكورة دي برضو يعني انا مش فاهمه الصراحة، واعتقد ان كان ممكن يتعامل معاها بشكل افضل من كده وبشكل احسن من كده. طبعا بعد كده الهدف الثاني للنادي الاهلي واللي جاء من ضربة جزاء، واللي قدر حسين الشحات ان هو ياخد ضربة جزاء من المدافعين بتوع بيراميدز. الكرة اتلعبت لحسين الشحات، حسين الشحات عنده مساحة فاضية تماما وقدر ان هو يخش بيها جوه ال18 وهوش كده اللي هو هيشوت الكوره، فسرح معاه 2 مدافعين، منهم مدافع اخد رجل حسين الشحات في سكته، وضربة جزاء صحيحة ما فيهاش كلام. وبالمناسبة الكورة ما فيهاش اوفسايد، الصورة هتبقى قدامك اهي، فما فيهاش اوفسايد عشان ما تقولش ان الكورة دي كانت ممكن تكون اوفسايد. وطبعا وسام ابو علي بيخش يشوطها وبيسجل الهدف الثاني للنادي الاهلي وهدف التعادل. بعد كده هنروح للهدف الثالث، والهدف الثالث بعنوان لو انت سالك ونيتك سالكه فربنا هيكرمك. يعني قفشه الكوره بتتلعب له وبيلاقي نفسه ان هو فاضي تماما، معلهوش ضغوط، مفيش حد جاي يضغط عليه، فبيستلم الكوره بالراحه وعلى الهادي، وبيقرر ان هو يحطها ببطن رجله، والكوره عارفه طريقها وعارفه اتجاهها وبتدخل في مرمى احمد الشناوي. وعشان كده بقول لك انت لو سالك ربنا هيكرمك. الجول ده جه في الدقيقه 84 او 85، وقفشه كان لسه نازل من على الدكه تقريبا بقاله دقيقتين. فانت طالما راضي باللي انت فيه وطالما سالك ونيتك سالكه ربنا هيكرمك. هتنزل من على الدكه ان شاء الله، لو هتنزل دقيقه واحده هتنزل تعمل حاجه. انت ممكن تنزل من على الدكه في اخر وقت
تعمل اللي محدش عرف يعمله في خلال ال 90 دقيقة، وجمهور الاهلي ما كانش هيرضى ان الماتش يخلص 2-2 بالتعادل. بالنسبة لهم هدف قفشة هدف جاي في وقت مميز جدا، وهدف ب3 بونت، هدف يخلي فيه فرق منافسة لصالح النادي الاهلي، وهدف و3 بونت هيضغطوا نفسيا على بيراميدز، والضغط النفسي ده ممكن يخليهم ان هم يقعوا في الماتشات الجاية، فبالتالي الموضوع يتسهل شوية للنادي الاهلي. الف مبروك للنادي الاهلي والجمهور النادي الاهلي، وبس كده، سلام.